السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. أطيب ما جربت نهار اليوم جيتكم بهذا المشروب، مشروب الكاكاو بالتمر. مشروب ساخن، هذا وش يليق في هذا الجو البارد، يعني ورانا في العطلة، هذا وش يليق لينا لعائلتنا، للمة العائلية. ننصحكم باش ديروه وتجربوه. مشروب رائع مليء بالفيتامينات والفوائد العديدة التي لا تعد ولا تحصى. إذا ما نطولش عليكم، نروحوا إلى مقادير الوصفة. لتحضير هذا المشروب نسحقوا هنا كوب ونصف من الحليب، عندنا هنايا 3 تمرات طبقوا السنة النبوية، عندنا ملعقة كاكاو خام، وعندنا قطعة شوكولا. اللي يحب الحلاوة يدير قطعتين. نحط جميع المكونات كما راكم تلاحظوا هنايا في البلاندر، ولا تحبوا في إناء وتميكسيوهم بالميكسور. حبة الشوكولا نخلوها في الآخر. إذا كما راكم تشوفوا نمزج المكونات حتى نتحصلوا على خليط. نفرغوا الخليط هذاك في كاسرونة، ونحطوا الكاسرونة فوق النار مع إضافة حبة الشوكولا السوداء 70% كاكاو. إذا كما راكم تشوفوا هنايا نحرك الخليط تاعي حتى نتحصل على خليط يكون شوية ثقيل. نضيف له نصف الكوب الآخر من الحليب، كوب ماشي كوب، فنجان ونص حليب ينفع لشخص واحد. وانتيا تضاعفي المقادير على حساب عدد الأشخاص اللي عندك. صدقوني مشروب رائع، سورتو رانا في العطلة، اللمات العائلية، هذا واش يليق مع السهرات ومع القصرات تاع الليل. إذا كما راكم تشوفوا ها هو المشروب ديالي، صدقوني جا من أروع ما يكون. شكلا ومذاقا. قلنا اللي يحب أنا ما نحبش الحلاوة بزاف، درت قطعة شوكولا. اللي يحبها حلوة شوية يدير قطعتين. كما راكم تشوفوا جا رائع، قوام ثقيل بنين. ننصحكم باش تحضروه ليكم ولعائلتكم. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، هذا المشروب الشتوي الرائع. نتمنى تجربوه وتمدوا لي ملاحظاتكم وترجعوا لي في لي كومونتير، واللي ما راش داير مشاركة يدير مشاركة ويفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد. واش نقول لكم، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. اترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة في فيديو قادم.